سلام ومرحبا بكم في بودكاست مرايتي. أنا فاطمة وكنشارك معكم النظرة ديالي لجوانب مختلفة في الحياة، لأنه بنظرة صغيرة وصادقة في مراية أفكارنا نقدروا نحلوا باب تغيير كبير. اللي فات ما ماتش، ولكن مازال عايش فينا حتى اليوم، في ذكرياتنا وفي مشاعرنا وفي أجسامنا. فبزاف ديال المشاعر اللي كنحسوا بهم دابا ماشي مولدات اللحظة اللي حنا فيها، لكن هي هذاك الماضي اللي فات ومازال كيرجع لينا بهذا الشكل غير منطقي وماشي في بلاصتو، وكيخلينا نتصرفوا بواحد الطريقه مبالغ فيها اللي كتخلينا ندموا من بعد ونسولوا راسنا علاش درت هكا وما درتش هكذا وما عرفتش شكون انا ملي تصرفت بهذيك الطريقه. وهاد المشاعر اللي كيخرجوا وكيكون ردة الفعل ديالنا اكبر من موقف بزاف كيبداو كيحركونا، هما اللي عندهم خيوط التحكم في تصرفاتنا. فكيفاش نقدروا نتصالحوا مع هاد المشاعر القديمه ونفهموها وبلاصه ما تحكم فينا ناخذوا حنا الكونترول؟ فباش نقدروا نتصالحوا مع هاد المشاعر القديمه ونزيدوا للقدام خاصنا نتصالحوا مع لي فيرسيون ديالنا الصغار وناخذوهم بيدينا، وهذا الشيء هو اللي كيتسمى بالتشافي الذاتي. التشافي الذاتي هو الشغف ديالي الحالي واكثر حاجه كتشغلني في الرحله ديالي من النهار الاول اللي سمعت بها تقريبا في 2018، وحسيت بفتور كبير باش نسمع مزيان على هذا الموضوع. فهاد الكلمه التشافي او الهيلين ملي كتسمعها تقدر تجيب لك احساس يا اما بالسلام والطمانينه في مره، يا اما بالخوف والتوتر في مره اخرى. داكشي علاش بغيت نهضروا على اشنو كتعني هاد الكلمه اللي كنحس انه عليها شي غمامه، ونشوفوا شنو هما الجوانب اللي كتقيس بشكل عام وبشكل خاص لكل واحد فينا. فنبداو بتعريف التشافي. التشافي هو ببساطه قدره الجسم والعقل والروح انهم يرجعوا للتوازن والانسجام بلا ما يكون دائما تدخل خارجي. بمعنى آخر أنه كل شخص عنده واحد الطاقة داخلية ديال الشفاء بوعي وبممارسات كتخليه يتصالح مع الماضي اللي مثلا عايش فيه. فمثلا هو القدرة ديال كل واحد فينا أنه يعطي الأوامر الفلاح ديالو اللي هو العقل كيف ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت، باش هذا الفلاح ينوض ويبدأ يتعرف على الأرض الكبيرة اللي هي اللاواعي، ويقلب تحت كل حجرة عكلاتو وجرحاتو وشنو اللي جابها لتما، ويرجع مع جذور نباتات السماء باش يفهمها. فهاد الفكرة ديال التشافي ماشي جديدة، ولكن كانت من آلاف السنين في التقاليد الصينية واليوغا والعلم الأيروفيديك اللي كانوا كيشوفوا الإنسان ككل، كجسم عقل وروح. أما لا نوسيون ديال سيلف هيلين بمعنى الحديث ديالها بدات كتنتشر في النصف الثاني من القرن العشرين، خصوصا مع كتب التنمية الذاتية. وواحد من الأسماء اللي ارتبطوا به بزاف هي الكاتبة الأمريكية لويس هاي، اللي رسخت فكرة أن المشاعر والأفكار عندهم تأثير على الجسد، وأن التشافي يقدر يبدا من الداخل ديالنا. فتبازت الكاتبة على القصة الشخصية ديالها باش ترسخ هذا المفهوم اللي غادي نعاودها لكم دابا. لويس هاي دازت من طفولة صعيبة بزاف، كان فيها عنف وإهمال، ومنين كبرت جاها سرطان. فالأطباء عطاوها بروتوكول علاجي، ولكن هي اختارت أنها تزيد على هذيك الطريقة الخاصة ديالها في التشافي الذاتي. فبدات كتكتب المشاعر وكتفرغ الغضب والحزن ديالها ديال الماضي والطفولة، واستعملت التوكيدات لي زافيرماسيون و لا غراتيتود، وغيرت النظام الغذائي ديالها، وكانت كترخي الجهاز العصبي ديالها بالتأمل والتنفس العميق. ومع الوقت تحسنت الصحة ديالها حتى برات تماما. فمن هذه القصة غادي نقولوا بأنه التشافي الذاتي ماشي سحر، ولكن هي رحلة اللي كنفعلوا فيها القوة الداخلية اللي كاينه في الداخل ديالنا كاملين. فالقصة ديال لويس هي مثال كبير ديال التشافي الذاتي، ولكن هذا البروسيس ماشي ديما مرتبط بشي حاجة كبيرة. شي مرات كنحتاجو نتشافاو من جروح صغيرة ولكن كتكون عميقة،
اللي عندهم علاقه بتجارب عشناها في الطفوله او في المراهقه، وصلتنا الاحساس والموقف وما كانش عندنا فرصه باش نعيشوا اللحظه ونخليو المشاعر تاخذ الحجم ديالها في هذاك الوقت. فمثلا بحال الا تجرحنا شي جرحه ونضنا في ديك الساعه ودرنا عليها شي لصقه وخليناها هكذاك بلا ما نعالجوها، بطبيعه الحال ما غاديش تبرى، واللي داز وقاسنا في هذيك الجرحه غادي نبداو نغوتو، ردة الفعل ديالنا غتكون اكبر بزاف من الموقف والالم اللي كنحسو به، وهذاك الالم غادي يكون مبالغ فيه وغير منطقي. فهنا بالضبط كيبان لينا ان التشافي ضروري في الاشياء الصغيره اللي كتاثر علينا يوميا، لانها ماشي صغيره في الاثار ديالها، واللي كنعاودوها في نفس السيناريو حنا ما عارفينش الجذر ديالها. داكشي علاش خاصنا ناخذ مسؤوليه اننا نفهموا ونتقبلوا ونختاروا نتعاملوا مع الالم ديالنا اللي فاتت. وهذه رحله ماشي سهله وكتخصها شجاعه وصبر واتونسيون ودي زيكسيرسيس ودي مويان اللي غادي نديروهم في واحد لو بوكس غنسميوه بوكس فيرست ايد، كنتعلموا كل نهار اننا نخرجوه ونستعملوه ونزيدوا فيه دي مويان على حسب اشنو اللي كينفعنا واشنو اللي ما كينفعناش واشنو اللي جا معنا وجا مع الحياه ديالنا. وهاد لي مويان هما اللي غادي ينفعونا ويعاونونا اننا نوصلوا من احسن فيرسيون ديالنا ونعيشوا حياتنا برحمه ونكونوا كايند مع ريوسنا ومع لي فيرسيون الصغيره والمراهقه ديالنا. فالسؤال اللي يقدر يجيكم دابا هي منين نقدروا نبداو وكيفاش نقدروا نتشافاو؟ في الحلقه الجايه غادي نوعدكم اننا غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون نتبازاو على التجربه ديالي المتواضعه مع التشافي. وكنشكركم انكم سمعتوني حتى لدابا، وكنتمنى انني نكون نفعتكم ونورتكم بشي فكره. وإلا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو، وخليتكم في سلام وامان.